ناس كتير بتسأل هو ايه موضوع عمولات انستا باي ده؟ انا محمود سعودي وفي الفيديو ده هعرفك كل حاجة عن انستا باي والعمولات بتاعته. اول حاجة انستا باي هو تطبيق رسمي معتمد من البنك المركزي المصري، بيخليك تبعت وتستقبل فلوس بين كل البنوك في مصر لحظيا 24 ساعة في اليوم من غير ما تروح البنك او تستنى مواعيد العمل. بتقدر عن طريق انستا باي انك تحول فلوس لاي حساب بنكي او محفظة الكترونية او حتى تسدد مديونية كارت المشتريات. كمان تقدر تستقبل فلوس بسهولة عن طريق رقم موبايلك المسجل في البنك أو عنوان الدفع بتاعك على انستا باي أو رقم حسابك. بالنسبة لكارت المشتريات بتقدر تستقبل على رقم كارت المشتريات نفسه. كمان تقدر تدفع فواتيرك زي الكهرباء والمية والغاز والإنترنت وهكذا، وتقدر تستعلم عن رصيدك وتعمل كشف حساب مختصر. طيب بالنسبة للعمولات يا معلم، من 1 إبريل 2025 بقى في رسوم على التحويلات والاستعلامات. الرسوم دي عبارة عن 1 من 10% من المبلغ، حد أدنى 50 قرش وحد أقصى 20 جنيه. يعني ال1000 جنيه عليها جنيه عمولة، وال20,000 جنيه عليها 20 جنيه عمولة، ولو أكتر من 20,000 جنيه مش هتدفع أكتر من 20 جنيه عمولة، فما تقلقش. رسوم الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب بتكون 50 قرش لكل استعلام، ومعاك 10 استعلامات شهريا مجانا. وبالنسبة للتبرعات عليها نفس رسوم التحويل. أما حدود التحويل نفسها تقدر تحول قد إيه؟ أنت بتقدر تحول 70,000 جنيه كحد أقصى للمعاملة الواحدة، و120,000 جنيه يوميا، و400,000 جنيه شهريا. طبعا ده بالنسبة للبنك الواحد، يعني أنت لو عندك حسابين، واحد في البنك الأهلي وواحد في بنك مصر، تقدر تحول من كل واحد فيهم 120,000 جنيه يوميا. بس يا معلم هو ده انستا باي. تابع الفيديو الجديد عشان أعرفك لو حولت غلط عن طريق انستا باي تتصرف إزاي. شكرا ليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.